السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للجميع. نحن الآن كنتواجدوا في مركز العرقوب. مركز العرقوب كاين هاد الأشغال هادو لمدة تفوق 4 سنوات في واحد التراجي فيه 10 متر. كتشوفوا هاد لا ديفياسيون فيها الناس ما قدروا عاي يقراطيو يديروا لا ديفياسيون بلي نورم ديالها. كتشوفوا واحد العدد ديال الشاحنات نقل البضائع اللي كتقرفص في هاد لا ديفياسيون هذا. واش هاد الجماعة ما عندهاش اللي يدير تتبع الاشغال؟ بغينا نعرف. تحياتي الشيخ راشد البوس، تحياتي يعطيكم اخويا الخير، وتحياتي. يكبر بكم. هذا الشيء راه ماشي معقول. هذه رساله الى السيد وزير التجهيز والماء السي نزار بركه، وكذلك الى السيد وزير الداخليه بخصوص هذا المقطع الطرقي اللي كيشكل واحد الخطر كبير وواحد عبء كبير على المهنيين، وخصوصا نقل البضائع اللي كيدخلوا مع افريقيا، اللي المعاناه ديالهم مازال راه جايه في الطريق باش نقولوها واحده بوحده. الله يجازيكم بخير. هاد الطريق هذه راه 4 سنين وهي واقفه بحال هكا، وكاين لا ديفياسيون 3 كيلومتر. شوف لا ديفياسيون كي داير. هادشي راه ماشي معقول، ما غاديش نسكتوا على هادشي. ورساله الى السيد وزير الداخليه انه يشوفوا المشكل فين كاين في هذه الشركه هذه. راه عطا الله الشركات في المغرب. وعاش الملك، والسلام عليكم ورحمه الله.